السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. دينا فيديو النهاردة، فيديو بسبب الحر بقى واللي احنا بنعاني منه وتغيير الجو المفاجئ، والدنيا بقت نار، والحمد لله رب العالمين على ده الحال. وعندنا مشكلة بتقابل الطيور بتاعتنا. الحر المفاجئ ده بيتعب الطيور قوي. هقول لكم ليه بيتعب الطيور. لان احنا الحمد لله كبني ادمين ربنا سبحانه وتعالى مدينا القناة العرقية، فاحنا العرق بتاعنا او الاحتباس الحراري بتاعنا اللي بيبقى متخزن جوانا ده بيطلع مع العرق بتاعنا، فبيحصل عملية تنفيس وتريح لجسم الإنسان. طيب المشكلة بقى في الحيوانات إن ما عندهاش القناة العرقية دي، فالمنفذ الوحيد بيها إن أنت تلاقي إن الطير بتاعك عمال ينهج جامد أوي ويفتح بقه يلهس كده لفوق، إن هو مخنوق، ما فهيفضفض ازاي؟ فبيطلع الاحتباس اللي جواه ازاي ده، ان هو بيقعد يلهس ويفتح بقه وتلاقيه عمال ينهج نهجان جامد. اللهم صل عليك يا نبي. بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، وعايزين لايكات كتير، عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. الديك ده مضطهدني، مش عارفه ليه كل ما اجي هنا عايز يعضني ولا ايه. فالطيور بيحصل عندها عملية النهجان دي بسبب الاحتباس الحراري، وان هو عمال يا عيني يخزن جواه، فيطلع ازاي؟ فبيطلع بالطريقة دي. المشكلة اللي بتقابل الطيور انك انت لازم تحطها في مكان واسع. يعني لو عندك مكان بيستوعب 10 فرخات او 10 بطات، بتخليه يستوعب 5 بس، عشان انت بتبقى عامل عشة ارتفاعها مثلا متر. لا، ده غلط. فاحنا بنقلل بقى في وجود الاحتباس الحراري اللي عندنا ده عند الطيور. طيب المية يا جماعة كل شوية غيروها، لان المية بتسخن، فليجي يشربها الطير فيحصل عنده عملية نهجان اكتر، ويحصل له يعني ربنا يعفي عننا جميعا ويشفي لنا طيورنا، تلاقيها نهجت كده وتعبت وريحت. فدي من العوامل برضو اللي هي بتأثر في الطيور بتاعتنا. ان المية تبقى بالطريقة دي. المفروض ان المية لا اما تغيرها على طول، لا اما تسقعها لهم، وطبعا الافضل ان احنا نغيرها على طول. دي حاجة. المفروض ان انا الطير اغطسه في المية، بما انها هتبقى عملية صعبة عليا، فان انا اعالج بحكاية اني انا اخلي المية على طول اغيرها وفي مكان ضلة، او اجيب بخاخة وابخ الطير بتاعي كده كل شوية على حسب كمية الطيور اللي عندك. لو برضو لقيتها عملية صعبة فهو الافضل المية. طيب عملية ان الطيور بتريح بقى، احنا النهاردة عايزين وداعة للقصة دي. طيب اعمل ايه؟ اجيب البرشام ده، النوفنجين ده، النوفنجين ده وداعا لكل اللي احنا فيه ده. النوفنجينة دي هعمل فيها ايه؟ طبعا دي حاجة رخيصة وحاجة موجودة وحاجة مش مكلفة. قرص واحد، اجي مثلا على الساعة 12 الظهر كده، في عز الظهر، في عز ما الدنيا بتبقى صعبة جدا جدا جدا، باجي اجيب قرص واحد بس وادوبه في رتل ميه، ادوبه خليه يبوش خالص خالص في رتل ميه، واشربه للطيور بتاعتي. ده هتريحهم وهيساعدهم في تقلبات الجو ودرجة الحرارة العالية ديت. قرص واحد او قرص ريفو، قرص واحد من النوفنجين ده ابلونج، او قرص الريفو الاخضر، قرص واحد بس على لتر ميه، واشربهم للطيور بتاعتي. اجي الساعه 12 الظهر كده في عز الظهر، واقوم مشربهم الميه بقرص واحد من ده، واحط بقى على حسب الكميه اللي انا عايزها للطيور بتاعتي. ليه احنا بنعمل كده؟ لان الاحتباس الحراري ده من الحاجات المجهدة للطيور وحاجات متعبة جدا لطيورنا. صح كده ولا انا غلطانة؟
لان احنا بنعاني كلنا من القصة دي، ربنا يعفو عننا. اذا كان البني ادمين نفسها بتتعب، طب الطيور هتعمل ايه اللي هي ما بتتكلمش، اللي هي الخرصة دي؟ فانا اكون العين بتاعتها، اغير المية، اعمل دليلة. كمان الاكل يا جماعة، نحاول نحط الاكل اللي هو في عز الظهر، يعني من الساعة 12 محطش اكل في قوطة، يعني الطبيخ والكلام ده اللي هيحمي برضو على صدرهم، يعني هم برضو زي البني ادمين. فحاول ان انا احط الحاجات المرطبة ليهم. انا عايزاكم يعني ان شاء الله ان احنا نتابع مع بعض في الحاجات دي في الجو الحار اللي احنا فيه ده، عشان الناس يعني بتشتكي ان الطيور، يعني ربنا يعفي عننا جميعا، ان الطيور بتريح. فاحنا عايزين لا نبص نعالج القصة دي بهدوء، وبعدين نيجي في عز الظهر كده اللي هو مش مضلل على حاجته ويضلل عليها بمظلة كده او حاجة، بحيث يا عيني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يعفى عننا جميعا يعني. فعايزة اقول لكم وداعا للنهجان، وداعا للاحتباس الحراري، وداعا للحر. عايزين نعمل التعليمات دي وانتوا اكبر مننا ننصحكم. ربنا يعزكم ويبارك فيكم ويديكم الف صحة وعافية يا رب. الحاجة دي حاجة مفيدة جدا للطيور، انا بعملها والناس كتيرة جدا بتعملها، والنتيجة بتاعتها فعالة جدا. قرص واحد من قرص النوفنجين او قرص الريفو الاخضر، واحط القرص ده ادوبه جامد في المية على رتل مية بس. هتلاقيهم بإذن واحد أحد زي الفل. مفهومش أي حاجة، زائد إني أنا أضلل عليهم، أقلل كمية الحاجة في المكان علشان إنها الجو ما بقاش كاتمة عليهم. اللهم صل عليك يا نبي. دي حاجات مهمة أوي، حاجات بسيطة حبايبي. اوعى بقى تنسونا في اللايكات وفي الاشتراكات عشان الفيديو، انا عايزه الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. التغيير المية رجاء رجاء رجاء، تغيير المية باستمرار. المية ما تدفاش خالص قدام الطيور، لان هم في حالة نهجان وفي حالة احتباس حراري، فلما يجوا يشربوا مية دافية هتتعبهم جدا جدا جدا، لان هم ما عندهمش القناة العرقية اللي ربنا سبحانه وتعالى رحمنا ومديهالنا. قلنا قبل كده الارنب بالذات اللي عنده ارانب يا جماعة، كل ساعتين لازم يغطسوا في مية او يبخوا ببخاخة، لان اكتر حاجة بتتأذي كمان في الحر وفي اللي احنا فيه ده الارانب، لان الارانب ملهاش الحر نهائي. يمكن البط بيتحمل شوية، الا ان الارانب لا. وطبعا ان عدم وجود قناة عرقية فكده بيتم الخزين كله في قلب جسم الحيوان، فما عندوش حاجة يفرفز بيها ان هو يفضفض بيها، الا ان هو يقعد يلهس في الجو كده. فعشان كده احنا نغير المية باستمرار. نحط لهم مية رطبة على طول، ساقعة كده على طول، نظلل عليهم، نحط القرص زي ما اتفقنا. وداعا يا جماعة للحر، وداعا للاحتباس الحراري. ربنا يا رب يهدينا حالنا جميعا، ويبارك لنا في رزقنا وفي طيورنا، ويوسع رزقنا جميعا، ويديكم راحة البال. أعزكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.